السلام عليكم الاخوان، باش تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في الفيديو. في الفيديو الاخوان غادي نشوفوا الجديد ديال الضجه اللي طاليه بخصوص زكريا ابو خلال وشنو كيقول عليه الاعلام الغربي، بحيث راهم منوضين عليه بزاف الاخوان. وغنشوفوا كذلك القرار ديال الجامعه اللي خرج كيدافع على الدول المغربي زكريا ابو خلال، وكذلك اشنو قال واحد خليل زيد الجامعه والمنتخب الوطني المغربي. المهم بلا ما نطول عليكم الاخوان، دخلوا ديريكت في التفاصيل. البدايه الاخوان غادي تكون بزكريا ابو خلال اللي الاعلام الغربي كيتهموه بانه متطرف وكذلك داعشي. هادشي اللي دفع الاخوان واحد القناه المانيه اللي اتهمت المنتخب الوطني المغربي بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي. قناه الاخوان هي قناه ديال ويلت الالمانيه اللي قال ربما كانت له اهداف اخرى من مشاركته رفقه المنتخب الوطني المغربي بنهائيه المونديال غير الاهداف الرياضيه، واولها نشر افكاره الدينيه التي تلقنها على يد شيوخ سلفيه اوروبيه بعيدا عن اجواء العائليه التي تربى فيها، بحيث ان الاخوان الام ديالو رياضيه كتلبس لباس عصري واب ديالو منفتح ما كيفرطوش في الدين ديالهم. وكما يظهر ان ابو خلال كان يسعى في هذا المونديال الى استقطاب اكبر عدد من الى التوجه والتيار الديني الذي يتبعه، ويظهر انه نجح في ذلك بعدما استطاع جر لاعبين من المنتخب ودفعهم الى تبني افكاره، بل والدعوه لها علانيه مثل ما وقع مع الصابري والشاعر. وهذا هو الاخطر. يعني شوفوا الاخوان كميه ديال الظلم والحقد اللي كاينه في هاد الناس، لدرجه انهم كيتدخلوا السيد حتى في الشؤون العائليه ديالو وكذلك الام ديالو والاب ديالو. ولكن الاخوان ما تعجبوش، هذه راه هي العنصريه. كون دارها شي لاعب من الارجنتين او من فرنسا او من شي دوله اخرى ما كانوش غادي يدويو عليها بتاتا. ولكن بس توصل بك الدرجه انك تتهموا انه ما جايش ناوي يلعب كره القدم، بل انه جاي ينشر الافكار ديالو، راه هذه قمه الوقاحه. الا كانت الدول الاوروبيه كطالب بالحريه الشخصيه راه ما خاصهمش يتدخلوا في بحال هادشي، وخصوصا الالمان. انت باغي تدافع على واحد الحاجه لا دخل لها في الدين، وكتبغي تفرض على واحد اخر اشنو يدير واشنو الدين اللي يتبع واشنو الحاجه اللي يتبعها. هذا الاخوان راه مابقاش كيتسمى راي، هذا ولا استغلال الراي العام. ولكن الاخوان عجبتني فيه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم حيث نشرت جاء كالتالي: على اثر نشر احد المواقع الالكترونيه لمقال يمس شخصيه وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكريا ابو خلال اثناء مشاركته صحبه المنتخب الوطني في نهائيات كاس العالم قطر 2002، تنفي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطله التي في هذا المقال، حيث ابان اللاعب عن سلوك مثالي الى جانب زملائه، تحقيق نتائج مشرفه للنخبه الوطنيه في هذا المحفل. وهنا سمعوا مزيان الاخوان: واذ تعتبر الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان ادانتها الشديده في تعاطي هذا الموقع الالكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكريا ابو خلال ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالية. الملخص الاخوان ديال هادشي كامل هو ان الغرب ما حملوش المنتخب الوطني المغربي يوصل لديك المكانه ويفوت المنتخب في التصنيف ديال الفيفا وكذلك في الترتيب ديال كاس العالم. على العموم هذا هو مكان بخصوص القضيه ديال زكريا ابو خلال. ندوزو دابا الاخوان لواحد خليل زيد، بحيث صرح لواحد جريده الكترونيه كرواتيه وقال لهم مستحيل يسمح او يغفر اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي وكذلك الاداره والمدرب وكذلك الجامعه برمتها، وعطى حجه بانه كان خاصو يكون حاضر في الاحتفال والتكريم ديال المنتخب الوطني المغربي في القصر الملكي. ودابا غنقولوا لينا الاخوان واش هذا عنده غرام ديال العقل؟ واش هذا اللي كنا ناويين نوصلوا معاه لابعد نقطه في كاس العالم؟ باش عجبنا الاخوان كيفاش قال لهم هذه النقطه هذه: انا محطم وكبريائي محطم. وانت ما شفتيش اخويا راه حطم شينا كبرياء طيله المده اللي كنتي فيها مدرب ديال المنتخب الوطني المغربي. على العموم الاخوان كنحترموا خليل زيد، ما بغيناش نطولوا بزاف في هذا الموضوع ديالو، خاصو حلقه ديالو خاصه. هذا مكان الاخوان، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.